كما كان منتظر، يعني ببطء كما قلت. الأرقام المسجلة لا زالت ضئيلة، ولكن الحمد لله كل الترتيبات الموضوعة ميدانيا كتقوم بالدور ديالها الكامل لمواكبة كل المسافرين منذ الانطلاق إلى آخر العملية في شهر شتم إن شاء الله. فالأرقام المسجلة كما قلت لا زالت ضعيفة، ولكن لكل المسافرين يجدون ضمن أفراد الممثلين المؤسسة بالإضافة إلى كل المتدخلين من القطاع الخاص والقطاع العام يجدون من طرفهم كل المساعدة اللازمة حتى يكون السفر في أحسن الظروف إن شاء الله. طيب، في هذا الإطار ما هي التحضيرات اللوجستية التي تم إعدادها لضمان عبور في أحسن الظروف للجالية المغربية؟ فمن جهة المؤسسة كما يعلم الجميع تجند عدد من الموارد البشرية وكذلك المادية واللوجستيكية. من ناحية الموارد البشرية للتذكير، فهناك ما يفوق 400 مساعدة اجتماعية وطبيب وكذلك متطوع يقدمون خدماتهم من خلال 16 المركز سواء داخل وخارج المملكة. هذه المراكز كتوفر كل اللوجستيكيات اللازمة لتقديم مساعدات منها سواء الإدارية أو الصحية أو كذلك التوجيهات اللي هي أساسية في هذا المجال. فلا بأس من التذكير ببعض المحطات اللي كتواجد فيها المؤسسة. فهناك ميناء جينوفا بإيطاليا، ميناء سيت بفرنسا، مينائي الجزيرة الخضراء وألميريا بإسبانيا، بالإضافة إلى البوابات الدخول بالمملكة اللي على رأسها ميناء طنجة المتوسط كما تفضلتم وقلتم، ثم هناك ميناء الناظور وبوابة سبتة، بوابة منيليا، وكذلك المطارات. فللعلم أن المجال الجوي أصبح يكتسي يعني قوة كبيرة في العملية ككل، بحيث أن بلغ السنة الماضية ما يقرب من 46% من عدد الدخول. فالمطارات الأساسية المتواجدة فيها فرق المؤسسة هي مطار الدار البيضاء بطبيعة الحال، مطار وجدة أنقاد، مطار فاس سيس، ومطار أكادير المسيرة. بالإضافة لكل هذه الآليات هناك باحات الاستراحة اللي كتقوم بدورها كذلك في تحسين عملية السفر وفي تقديم الخدمات للمسافرين. باحة الاستراحة طنجة المتوسط، باحة الاستراحة تورير، وباحتي الاستراحة راس الماء وتزاغين. طيب، اللي كتواجد بالجهة الناظور. طيب أستاذ قيس، هل أثرت الأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوروبا على موسم العبور لهذه السنة؟ اللي يمكن تسجيله خلال عملية العبور 2011 أي السنة الماضية أن الرقم المسجل هو تقريبا 2,400,000 مسافر دخلوا إلى المملكة في هذه الفترة. نفس الرقم تقريبا سجل سنة 2010. فهذا يدل على أن ليس هناك تأثير على إرادة المغاربة خلال هذه الفترة من العودة إلى بلدهم، من لقاء أحبائهم، من لقاء أهلهم، وكذلك قضاء هذه الفترة اللي هي فترة كتكون فترة استجمام وفترة رخاء وفترة عودة إلى الجو العائلي بصفة عامة. قيس بن يحيى، مسؤول الاتصال بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.